السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في سعادة. مباراة النادي الاهلي والمقاولين العرب. مباراة النادي الاهلي والمقاولين العرب مباراة صعبة، مباراة قوية جدا جدا جدا. هتكلم معاكم في تفاصيل قوية، وهتكلم معاكم في كارثة الكلام على التسلل بتاع الجون بتاع البنك الأهلي في مباراة الأهلي السابقة اللي انتهت 1-0 لصالح النادي الأهلي، وإلغاء هدف البنك الأهلي بتاع التسلل. وهتكلم معاكم كمان في ضربة الجزاء بتاعة نادي الزمالك اللي اتحسبت أمام الجونة اللي عليها كارثة كبيرة جدا. هكلمكم في شوية حاجات كتيرة، بس الأول اعملوا لايك، اهم شيء طبعا عشان تدعمونا وتفعلوا الجرس على الكل، واشتركوا في القناة طبعا بقى لو انتوا لسه مش مشتركين، عشان يوصل لكم كل جديد الفترة اللي جاية، وتتابعوني دايما ان شاء الله. هنقل لكم كل الاخبار اول باول. بشكر كل الناس اللي دعمتني الفترة اللي فاتت ووقفت مع القناة. طيب، في البداية النادي الاهلي لعب مع البنك الاهلي مباراة قوية وانتهت 1-0 بالشق الانفس، بشق الانفس. الاهلي ضيع فرص كتير جدا، وكان المفروض ان هو يحط بدل الجون 2 و3 و4. فضل يضيع الفرص، والاهلي زي ما قلت لكم او دايما بقول لكم الكلمة المعروفة ان اللي يضيع يستقبل، اللي يضيع يستقبل. معروفة في كرة القدم ان كتر اهدار الفرص انك انت هتستقبل وهتندم على الفرص اللي بتضيع. النادي الاهلي فضل يضيع في الفرص ويستهبل ويستقبل ويعمل كل حاجة لحد ما زنق نفسه في الدقايق الاخيرة وما استغلش الفرص اللي جات له. الحكاية كلها ان لما الاهلي اهدر الفرص دي كلها، جه العقوبة الإلهية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أو بداية الوقت الضايع. كريم بامبو حط جول. الجول ده الفار اتحسب، خليكم بس معايا واحدة واحدة كده عشان أوضح لكم شوية حاجات. الجول ده اتحسب، الفار خد فيه حوالي 5 دقايق واتحسب تسلل في الآخر. سيبك بقى من ان هو تسلل او مش تسلل، يعني الموضوع ايه؟ مش ده النقاش. النقاش ان انا عشان بس نبقى موضوعين يا جماعه، الفار مش هبدا انا زي الناس اطلع في فيديو عشان لصالحي اقول لا ده تكنولوجيا وتقنيه عاليه جدا فما ينفعش فيها غلط، وفيديو ضدي او في كوره ضدي اروح جاي اقول لا يا جماعه ده التقنيه قابله للاخطاء ولا ممكن تغلط، واللي بيرسم الخط واللي بيعمل. بص، مش عشان هتتسال على الكلام اللي هتقوله امام ربنا سبحانه وتعالى. اقول لكم الموضوع ان الكوره مش موضوع تسلل او مش تسلل. الموضوع ان انت التقنيه عندك قابله للخطا، لان انت مش عندك التقنيه الاخيره في البروفيشنال في الفار، يعني مش عندك احدث حاجه. هو اللي يقال ان هم اللي بيرسموا الخط على المستطيل موازي لمنطقه الجزاء، الخط الموازي لمنطقه الجزاء اهو، فهو الخط ال 18 بيمشي عليه وبيروح عامل الخط الثاني ويشوف الكتف والايد والكلام اللي انتوا عارفينه ده. مش دي المشكله برضو، اخطاء بتبقى بدقه صعبه، وبالحقيقه ان قانون ظالم، يعني انك انت بعد كده القانون ده هيتغير وهيتعمل ان التسلل هيبقى بالجسم كامل، يا اما خارج اخر لاعب يا اما جزء من جسمه يبقى مش تسلل. لو الجسم كله هيبقى تسلل، وده هيريح ناس كتير قوي، هيريح ناس كتير قوي، هيجيب اجوان بالهبل بعد كده، يعني مش هتبقى تسلل. طب دي كوره كريم بامبو حصل عليها ضجه كبيره جدا. الكرة بقى ضربة الجزاء لنادي الزمالك اللي اتحسبت على الجونة، اللي المفروض احنا شفنا حاجة الاعلاميين كلهم، بحب اعلق وارد على كابتن علاء صادق وابراهيم فايق وسيف زاهر وشبانة ويعني ناس كتيرة جدا اتكلمت في الموضوع، ورضا عبد العال. طبعا الموضوع الكرة اللاين مان رفع رايه التسلل والحكم في نفس الوقت راح مشاور على ضربه الجزاء. طب انت لما بترجع للفار المفروض بتراجع الكره اذا كانت ضربه جزاء صحيحه ولا لا. ما حصلش اي كلام ان هي تسلل او مش تسلل. غريب ان اللاين مان لحد النهارده احنا مش عارفين هل هي كان رافع عشان هي تسلل ولا كان رافع عشان هي
بيحسب ضربة جزاء هو كمان، فبيشاور للحكم وبيقول له لا دي ضربة جزاء. انا شايفها كده، انا شايف ان المساعد كان بيشاور بيقول ان هي ضربة جزاء. ما اعرفش هي تتشاف كده وتتشاف كده، لانه لو رفع الرايه ان هي تسلل، هي بالكاميرات انا ما شفتهاش بصراحه ان هي تسلل او حاجه، ما خدتش يعني وقت فيها، مش دي المشكله. لكن انا شايف ان هي لو كانت تسلل اكيد الفار كان هيلغي ضربه الجزاء يعني، اكيد. لكن لو هي فعلا، لو هنفرض ان هي اتحسبت ضربه جزاء ولكن قبلها كانت تسلل، هتبقى كارثه، هتبقى كارثه يعني. يبقى احنا كده رايحين بقى في حته منيله ب 60 نيله في الفار والكلام اللي بيحصل ده. احنا عندنا الفار ده يا جماعه مش فار، ده فار، بنلعبه وقت ما نحب وننيمه وقت ما نحب، ده كلام فارغ بصراحه. عموما الماتش اللي جاي كمان للنادي الاهلي، خلينا نقول ماتش صعب جدا جدا جدا، ماتش المقاولين العرب